مباشرة بعد اللقاء البارح جينا واحد حصة تدريبية إزالة التعب، وكان الأساس فيها هو إرجاع اللاعبين إلى التركيز الدوري، ونفس الشيء نتناسوا المقابلة ديال الفوز ب 10-0، ولكن نفكروا اولا في البطوله، وثانيا نفكروا اننا يوم الاربعاء غتسنانا واحد اللقاء كبير وصعيب امام فرق اللي يمكن تقاس في الشخصيه ديالو في الكرام ديالو، اللي غيكون شرس في هذا اللقاء هذا. فخصنا نواجهوا بجميع الاسلحه التقنيه باش ان شاء الله نجيبوا لا كاليفيكاسيون اوفيسيال من غينيا ان شاء الله. يعني تبعت المقابله، فالمقابله هما ربحوا هذه اكثر ما هو تقنيا، فتلعبوا يعني باللاعبين حتى طردوا اللاعبين في الشوط الاول بطرق غير رياضيه بكل صراحه. فلهذا احنا تجنبا لهذه الاشياء فحضرت اليوم اللاعبين بان ان شاء الله من بعد التاهيل وغنواجهوا الخصم ما ندخلوش معهم في نقاشات ثنائيه اكثر من ندخلوا معهم في الكره، ويجب ان نتمم يعني التركيز ديالنا لا الذهني ولا التقني في الجديده باش في الاياب هما معروفين انهم عندهم على حساب المعارف ديالنا انه عندهم ماضي سيء بكل صراحه في كيفيه التاهيل، فيها ضغط عليك في المطار، ضغط في الفندق، كيضغطوا الحكام حتى في اللقاءات. كاين اشياء غريبه اللي ولكن حنا غنتفادوا جميع الاشياء لان هذه فرصه الامر. الجمهور ديالنا كينتظر باش نتاهلوا للمجموعات، حنا نفس الشيء. هذه امانه خصنا نوصلوها الهدف اللي سطرناه، وكنتمنى بالطبع ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الثقه اللي داروا فيها المسؤولين والجمهور.